من النهاردة هتعملي صينية الكنافة بدون أي تعب ولا مجهود ولا فرن بوتاجاز بقى. هتعمليها على البوتاجاز من فوق وهتطلع بالجمال اللي احنا شايفينه ده. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الطريقة. ربع كيلو كنافة حطيت معاها معلقتين سمنة كبار ودعكتهم في الكنافة كويس جدا. معايا كمان جبنة عكاوي وعليها جبنة موتزاريلا بالشكل ده. دي الجبنه بتاعت القطايف اللي بنحشي بيها القطايف او بنعمل بيها صينيه الكنافه العاديه اللي في الفرن. دول معلقتين السمنه الكبار، يعني تقريبا كده ربع كوبايه من السمنه. سيحتها شويه كده في الميكروويف وحطيتهم على الكنافه وهدعك فيهم كويس جدا قوي لغايه ما اغلف الكنافه كلها بالسمنه. مش هحط سكر بودر لان مش عايزاها تكون مسكره زياده. لو انت حابه تحطي عليها سكر كفايه نص معلقه قوي، يعني كفايه نص معلقه سكر بودر. اجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي اعمل فيها الكنافه واحط فيها يعني شويه سمنه كده كبيره. هحط بقى هبدا اوزع الكنافه، هعملها طبقه خفيفه جدا. ما بحبش الكنافه تكون سميكه، بحبها كده تكون طبقات رقيقه جدا والحشوه اللي بتكون في النص. لكن النهارده طبعا مش هتكون حشوه في النص، هي هتكون طبقه واحده وبعد كده الطبقه التانية هي هتكون عباره عن الجبن. بصوا وسعوها بقى كويس جدا، يعني هغطي بيها القاع بالشكل ده. وهعمل كمان في الجوانب عشان الحشوة ما تجيش على الحواف بتاعة الصينية وتتحرق وتبقى مش حلوة. هجيب بقى الهراسة بتاعة البطاطس وهضغط كده، او لو انت عندك طبق او صينية اصغر تقدري تضغطي عليها. المهم تضغطي عليها كويس جدا. دي بقى الجبنة بتاعة الكنافة، اللي جبنه ريكوتا او جبنه عكاوي ومعاها جبنه موتزاريلا. هحطي بقى الكميه اللي انت حباها، حابه تحطي قليل حابه تحطي كتير اللي يريحك. انا حطيت هنا كميه معقوله من الجبن وهوزعها كده. وطبعا انا مغلفه الحواف كويس جدا، فعايزه تحطيها للاخر مفيش اي مشكله خالص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبكده تكون جاهزة معايا. اخدها على البوتاجاز وهدي عليها النار جدا. واهم حاجة ان انا ما احطش الصينية في النص، هحطها كده على طرف العين علشان اقعد اقلب فيها كل شوية من الجوانب. وزي ما قلت لكم ما ينفعش ان انا احطها من النص ابدا عشان ما تتحرقش. يبقى اول حاجة اهم حاجة نقطة هتهدى عليها النار جدا وهتقلبيها كده من وقت للتاني، يعني كل ثانيتين كده تقلبي بالشكل اللي احنا شايفينه ده من الجنب. ما تلاقي الحواف بتاعتها فصلت عن الصينية. بقى هتبدأي تلاقي كمان بعد الحواف ما فصلت كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هتلاقي كمان الجبنة بدأت تسيح عليها. نزلتها وغطيتها بطبق دقيقتين كده بالظبط. وبعد كده هجيب صينية اكبر من الصينية اللي عملت فيها وهقلبهم بالشكل ده. تعالوا بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نشوفها بقى مع بعض. بصوا بقى الجمال، الله على الجمال بجد. ما خدتش وقت ولا مجهود ولا حطيتها في الفرن ولا اي حاجة. طبعا ده الشربات انا بعمل علبة، بعمل كيس سكر كامل وبسيبه في التلاجة. اول لما اكون عايزة هعمل حاجة حلويات او مطلعاه قبلها بساعة او بساعتين، بحط بقى شوية كده بساط عليها وبوزعهم. لو انت بتحبيها حلوه زياده زي ما قلت لك هتحطي سكر في الكنافه بودر، سكر بودر اثناء وانت بتدعكي الكنافه بالسمنه. وكمان هتزودي الشربات. دلوقتي انا ما حبيتش ازود الشربات عن كده، حابه يكون خفيف. وزينيها بقى بعين الجمل او بالفستق اللي يريحك. وطلعت احلى صينيه كنافه بجد، جميله جدا. ولا تقولوا بقى تشتروها جاهزه ولا من المحلات، انت هتعمليها في البيت احلى من الجاهزه بكتير جدا. تعالوا بقى نقطع قطعه كده ونشوفها مع بعض. بصوا انا ما كنتش مزوده الجبنه الموتزاريلا قوي، لكن انت تقدري لو انت حابه بقى المطه اللي بتكون في الكنافه النابلسيه دي تقدري تزودي الجبنه الموتزاريلا، هتلاقيها مطت معاكي وبقت جميله جدا. شايفين الكنافه مقرمشه وجميله جدا. يلا بقى جربوها وقولوا لي رايكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.